نبدأ بسم الله وبركة رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوفوا بقى هنعمل ايه. طبعا كل الرقص انت شفتها في اول الفيديو دي كانت 100 ومفرحة العيال وبهجة وكانت عاملة فرح بقى 100. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا كيلو دقيق، هنقسم نص الكمية على معيارين. القرص اللي معانا النهارده معانا بزيت التموين. ده كان ايه؟ الحليب. الحليب ده على فكره عليه كوبايتين من الميه، يعني دي عليها كوبايه ميه هنا ودي عليها كوبايه ميه هنا، ودفيته شويه على البوتاجاز عشان احنا في الشتاء بيبقى الجو ايه؟ ساقعه، فعشان بس تخمر على طول. هنحط هنا حوالي نص كوبايه زيت من بتاع التموين، وهنا نص كوبايه زيت من بتاع التموين. طبعا هو اي زيت، بس احنا لازم نعمل اي حاجه موفره في كل حاجه بنعملها. في كل حاجه بنعملها لازم نكون نخلي فيه خطوه موفره. واحنا عشان القرص اللي معانا النهارده جديده وفكرتها جديده، هتنزلوا كلكم ان شاء الله تعملوا لي اشتراكات ولايكات كتير 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 كتير. اهم حاجه معايا بقى النهارده انكم تعملوا لي الاشتراك الخطير. معانا كيس فانيليا، كيس خميره، هنقسمه على المقدارين اللي معايا دول. هنعمل كده لحد ما نقيسه على المقدارين. هبدأ بقى ان احنا هنحط السكر. هنحط هنا معلقتين سكر، 4 معالق سكر، وهنا 4 معالق سكر. 1 2 3 4. 1 2 3 4. مش عايزاكم تزهقوا مني، انا بفصل وبعين الحاجه اللي انا خلصتها مكانها. نرتب حوالين من هنا كده واحنا شغالين. نبدا بقى ان احنا هنا نقلب كده السكر بالزيت بالحليب بالخميره. هنقلب هنا وهنقلب هنا. هنا هنزل باي كيس بودر بتاع برتقال، او ممكن نحط بدل الحليب ده برتقال، بس احنا عاوزينها النهارده يكون مغذيه ويكون فيها حاجه موفره. هو برده برتقال مغذي وكل حاجه، بس طبعا الحليب اهم. تعالوا بقى نشوف هنحط ايه في التانية. هنحط جيلي، هنحط نص كيس من جيلي الفراوله. يا سلام على الريحه. هنبدا بقى ان احنا نقلب ديت جيلي بالبرتقال. لو احتاج نزود لها كمان كيس بودر كيس لا اله الا الله، كيس عصير بودر هنزوده. محتاجناش خلاص. نصلي على الرسول، ننزل كلنا نصلي على الرسول في الكومنتات عليه الصلاه والسلام. افضل صلاه والسلام عليك يا رسول الله. ونعمل كلنا اشتراك ونشير الفيديو بعد اذنكم، دي خدمه بتعملوها لي يعني. وهنا بدأنا ان احنا نقلب برضو كيس الجيلي بتاع الفراولة. لازم ندوبهم كويس كويس. حطينا ذرة ملح هنا وحطينا ذرة ملح هنا، وهنبدأ ان احنا ندوبهم تاني. حطينا هنا نص كيلو دقيق وحطينا هنا نص كيلو دقيق، وهنبدأ ان احنا نعجن فيها، بس احنا معانا دقيق بزيادة بحيث ان هو لو جت معانا مرقه او اي حاجه او في غلط في الدقيق. مش غلط في الدقيق يعني، كل دقيق وليه طريقته. بس دلوقتي قبل ما نقلب هحط شويه بودر صغيرين هنا كده وشويه بودر صغيرين هنا كده، ومش هنحط فانيليا خالص لان عصير البرتقال هنا او بودره عصير البرتقال هنا هتعمل ريحه كويسه، وجيل الفراوله هنا هيعمل ريحه كويسه جدا جدا. هنبدا بقى نعجن واحده واحده، مش هينفع طبعا ان احنا نعجن الاتنين مع بعض. فهنعجن دي كده كويس، ولو احتاجت هنحط لها دقيق تاني. طبعا انتوا لو عاوزين فانيليا حطوا فانيليا تاني، لكن انا مش عاوزه فانيليا تاني. انا اكتفي بريحه البرتقال وريحه الفراوله في قلب العجينه، وبطعمهم كمان في قلب العجينه. وما شاء الله الريحه بقى هتبقى خطيره واحنا بنسوي، خطيره هتقلب الدنيا ان شاء الله عليها. دي هتعوزها هي كمان شويه دقيق، هنحط لها كمان شويه دقيق وارجع لكم تاني. وما تنسونوش في الاشتراكات وفي اللايكات. حطيت هنا كمان شويه دقيق. اهم حاجه في الدقيق يا جماعه ان الدقيق يكون منخول عشان يبقى مفرفر كده ويدينا نفشه كويسه. العجينه دي هتخمر معانا مرتين، هتخمر معانا قبل ما نقطعها، وهترجع تاني تخمر معانا بعد ما نقطعها.
بنبدا بقى ان احنا ننزل كده بايدينا، نسيب المعلقه خالص وننزل بايدينا. بنعجنها تقريبا بتاع 10 دقايق لحد زي ما انتم شايفينها كده بتبقى بتلزق وماسكه في ايدينا شويه عشان هي عجينه كده. بصراحه حطيت لها كمان شويه دي وعجنتها كمان شويه لحد ما بقت كده. يلا بقى تعالوا عشان نعجن بقى العجينه التانية بتاعه الفراوله، بس الاول هنغطي دي ونحط عليها قطعه قماش. احسن وانجح عجينه بطريقه الفراوله بطعم الفراوله. هناخدها نغطيها هي كمان بقماش وهنسيبها تخمر واشوفكم بعد نص ساعه. هنبدا ان احنا نحط زيت هنا وندهن الصينيه. هي العجينه معانا هي خمرانه. نبدا بقى ان احنا نقطعها ونظبطها في الصوابع. نطلع منها الخمر كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نظبطها كويس وهنسيبها ونسيبها شويه وبعدين نرجع ان احنا نبططها او نضغط عليها. ناخد حته من دي وناخد حته من دي العجينه التانية. انا كنت عاوزه اعملها بالعجوه بس ما عملتهاش، وهنسيبها برضو ونضغط عليها كمان شويه. هنسيب بقى مسافه كده، مسافه واسعه بينهم الاتنين علشان لما نيجي نبطط دي هتاخد مسافه ونيجي نبطط دي هتاخد مسافه. نجيب مع بعض مره واتنين كده عشان اوريكم بتتعمل ازاي. ديت لازم تتقفل من هنا كده كويس كده وبعدين تتداير كده ونبدا ان احنا ندورها. بص بقى ناخد صورة للقمورة. عاوزة لايكات 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 لايكات، احلى لايكات لاحلى قرص. عاوزة لايك وعاوزة اشتراك وعاوزة الفيديو ده يتشير، احلى فيديو لاحلى قرص. دي اول صينية هنخلص الكمية اللي معانا كلها في العجين ونسيبها تخمر كمان ساعة وبعد كده هنسوي. هنا سنة فانيليا وسنة قرفة على بضاية، وهنبدأ بقى ان احنا نعملهم كده مع بعض لحد ما يمتزجوا كويس جدا جدا جدا. مزجناهم كويس كده زي ما انتم شايفين، وهنعمل الخطوة دي دلوقتي وبنبدأ كده ان احنا نفرد كده على القرصة ونشوف الدنيا عاملة ازاي. فرن بوتاجاز والع عشان يسخن، ولازم يبقى سخن كويس عشان يساعدها على طول انها ترتفع وانها محتفظة بالالوان اللي احنا عاملينها فيها الجميلة ديت والطعم بتاعنا الحلو الخطير ده. هنخلص وندخلها. اليوم النهارده ساقعه جدا 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 ومحتاج وصفه زي ديت كده تخلي الفرن، تخلي البيت كله دافي والروايح الحلوه كده في قلب البيت. دلوقتي بقى هنقوم ندخلها الفرن. قبل ما اقوم ادخلها الفرن كلكم لازم تنزلوا تعملوا لي لايكات، واللي ما اشتركش يشترك، واي تعليق حلو كده منكم يخليني اديكم يعني اعمل حاجات احسن واحسن.
بعد اذنكم وننزل كلنا نصلي في الكومنتات على الرسول، عشان اي حد يقرا الكومنتات ويقرا الصلاه على الرسول كلنا ناخد حسنات. هنا دخلناه على الفرن، وطبعا عارفين النور ما بيقطع بيضلم الدنيا، بس هنسوي يعني اوريكم ان شاء الله يكون النور ايه. مرتش من فوق. لايكات لايكات لايكات، جميله والله. وهنا طلعتها من الفرن، الحمرا باينه انها حمرا والبرتقاني باينه انها برتقاني، بس ايه هنغطيها كده يلا مع بعض بقى نفتح كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عارفه بقى يلا تعالي نفتح كمان واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحمرا اهي، ودي البرتقاني. ايه رايكم بقى؟ يلا عاوزه بقى اكتر لايكات، وعاوزه نشير الفيديو ونشوف طريقه القرص الجميله دي اللي ما حصلتش دي.